السلام عليكم. رمضان خلص على خير وربنا يعود علينا بخير. دلوقتي وبعد ما رمضان خلص تتفرج على ايه مسلسلات كوميدي تضحكك من القلب، خصوصا ولو انت ما اتفرجتش عليهم او اتفرجت على معظمهم او اتفرجت عليهم كلهم. قول لنا افضل واحد فيهم. بس في الاول ما تنساش تعمل لنا لايك وتشترك معانا في القناه وتفعل جرس الاشعارات علشان يوصل لك كل جديد. ولو انت على الفيسبوك ما تنساش تعمل لنا فولو. اشغال شقه، مسلسل اشغال شقه بطوله هشام مجدي واسماء جلال. بتدور احداث المسلسل بين دكتور المشرحه حمدي ومراته المذيعه ياسمين، ومعاهم قريب حمدي من بعيد عربي. لما بتحصل حاجات بتخليهم يلجأوا انهم يجيبوا حد يساعدهم في البيت، بس كل شخصيه بيجيبوها بتكون جايه بمشاكلها، خصوصا وان حمدي بيغطي على مامته انهم هيجيبوا حد يساعدهم غير عربي اللي مزهقه في شغله وفي بيته وفي عيشته. المسلسل قصير 15 حلقه بس. كوبرا بطوله محمد امام اللي رجع بعد النمر في 2021 بعد سنتين غياب، راجع بمسلسل كوبرا. مسلسل قصير 15 حلقه بتدور حول علي اللي بيستلم مسؤوليه عيلته من صغره، وبيعمل اي حاجه علشان يعلم اخواته احسن تعليم، وكمان ما بيخليش حد من اهله محتاج حاجه لدرجه انه بيدخل السجن بسببهم، بس ده بيخليه يدفع الثمن الكبير ويدخل في قصص كبيره تانية. بابا جه، تقريبا بالنسبه لي مسلسل بابا جه هو من افضل مسلسلات رمضان، ودايما اكرم حسني بيعمل في رمضان مسلسلات اوقات ما بتاخدش حقها زي مكتوب عليا والوصيه وغيره، بس المره دي المسلسل بيناقش قصه حقيقيه موجوده في اطار الكوميديا. بتدور احداثه حول هشام رئيس الفندق اللي ساب شغله بسبب كورونا، وبيفضل يتكبر على كل الوظائف، وده بيخليه انتخ، ومراته المدرسه هي اللي بتصرف على البيت، وده بيزعل مراته وبنته اللي بيكون نفسها تغيره، فبيبدا يلاقي نفسه بيدخل في قصص بسبب ابن عمته. بيعرف وقتها قيمه الشغل وقيمه العيله اللي دايما بيتجاهلها. وبرضه المسلسل 15 حلقه. خالد نور وولده نور خالد. انا كنت اتمنى كريم محمود عبد العزيز وشيكو يعدوا بالمسلسل ده اعلى من كده، لكنه لحد الحلقه 14 من اجمل مسلسلات الكوميديا. بتدور احداث المسلسل بين خالد مهندس بيتنقل الشؤون بسبب غلط عمله في الشغل، ونور مهندس الصوت اللي بيكون متربي في ملجأ وناسب بنته، لكن بتحصل حاجه غريبه بتجمع خالد بنور وبيفضلوا مع بعض لنهايه المسلسل. وده برضه مسلسل قصير و15 حلقه. الكبير قوي الجزء الثامن. اخر مسلسل معانا مسلسل الطفوله. الكبير قوي الجزء الثامن، ومهما عمل من احداث بطيئه او خياليه او مش مفهومه هيفضل التوب. وطبعا انا مش هتكلم عن المسلسل لانه غني عن التعريف، بس اللي حابب اقوله ان الجزء السادس من اجمل الاجزاء اللي عملها مكي بعد العوده، خصوصا وان الجزء الخامس اصلا يعني ما كانش مفهوم انه يسافر تركيا ويرجع تاني وكده، بس الجزء السادس هو اجمل الاجزاء بالنسبه لي. ولحد هنا بينتهي الفيديو بتاعنا، بتمنى يكون عجبكم، وما تنسوش تقولوا لنا ايه هو احسن مسلسل، وما تنسوش تعملوا لنا لايك وتشتركوا معانا في القناه وتفعلوا جرس الاشعارات علشان يوصلكم كل جديد. ولو انتم على الفيسبوك ما تنسوش الفولو. دمتم في امان وسلام. سلام.